يا جماعة طنقرت لكم العمة، بس عندي سؤال. ويا ريت الجماعة اللي هم بيزودوا المحطات بتاعة القصب، سواء الجمالي سواء الشحاني سواء العمال اللي هم كسارة وقشارة، عندي سؤال. يا ريت ما حدش يزود محطات أو يوميات غير لو زاد الطن. طبعا في ناس كتيرة هتزعل وتقول لي انت كده ما هتقطع بعيشني. انا مش مقطع بعيش حد، انا بتكلم في العامي. المزارع طالما ما زادت شيء، طن القصب عليه وثبت، اليوميات زي ما هي، محطات الجمالة زي ما هي، الشحانة زي ما هي، يوميات العمال الكسارة والقشارة زي ما هي. تنبيه تنبيه للعام، اي حد هيزود محطات على المزارع مش هيلوم غير نفسه. محدش يخترع ويقول المحطات زادت والمحطات عليت والمحطات وطيت الا في حالة واحدة بس، في زوادة لطن القصب، في زوادة لكل حاجة. ما فيش زوادة يبقى كل حاجة ثابتة ما هي على ما هي، ومحدش يزعل مني ومحدش يقول لي انت حاشر نفسك في اللي مالكش فيه. انا مزارع زارعها من شرقها لغربها. هتقول طب مش هتفرق معاك؟ لا تفرق معاي، ما انا راجل مزارع ومكلف، انا راجل بسيط زيك. طيب يا عم ده احنا معانا اللي يقول لي انبوبه واللي طمطمايه واللي خيارايه واللي بصلايه، ما انا زيك برضك عاوز الطمطمايه والبصلايه والبطاطسايه. فدينا بلغنا عليكم عشان ما حدش يخترع. وحبيت اقول من دلوقتي المحطات ما تزيدش واليوميات ما تزيدش غير لو زودوا طن القصب، غير كده ما فيش. واي مزارع يزود يومية، يزود محطة، يزود هني، ما يلومش غير نفسه. انا مش معمسك حد من يده الوجعاه ولا معجبر حد، انت حر. انا ما اكون عربيتي راح اكسرها وحدي، مش هزود يوميات غير لو زاد طن القصب. تحياتي ليكم.